السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو اللي فات عرفنا عن ايه HTML وليه هي أول خطوة في طريق البرمجة. النهاردة بقى هنكتب كام كود كده ونتعرف ونفهم بيتكتبوا ليه في أول صفحة HTML لو أنت طبعا عايز تبقى فرونت اند أو ويب ديزاينر. فلو أنت لسه مبتدئ وعمرك ما كتبت كود قبل كده فالفيديو ده معمول ليك. الأول قبل ما أكتب أي كود قبل ما نعمل أي حاجة لازم ننزل برنامج فيجوال ستوديو كود. ده البرنامج اللي احنا هنشتغل عليه، والبرنامج ده هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف او في التعليقات تحت. تحمله وتثبته عندك في الجهاز عشان تبدأ تشتغل عليه. بعد ما تحمل برنامج فيجوال ستوديو كود عندك على الجهاز تبدأ انك تفتحه كده، هتحتاج قبل ما تكتب برضو اي كود وقبل ما تعمل اي حاجة انك تحمل اضافات هتساعدك في كتابة الكود وتسهلها عليك. والاضافات دي او البرامج دي اسمها اكستنشنز، ودي هتلاقيها على الشمال كده هنا. واول اضافه هتحتاجها جدا ودي اهم حاجه اسمها لايف سيرفر. هتكتب كده في السيرش لايف سيرفر وتبدا انك تحمله. طب ده بيعمل ايه او ده ايه فايدته؟ ده بيساعدك انه يشغل المتصفح على طول، وكمان اي تعديل في الكود هتلاقيه ظاهر على طول. الاختلاف الجديد بتاعه هتلاقيه على طول في الصفحه من غير ما تعمل ريفريش. طب ده ازاي اقدر اشوفه او ازاي اقدر استخدمه؟ هتدوس بالماوس على كليك يمين في ملف ال HTML وهتلاقيه فتح معاك المتصفح. وتاني اضافه مهمه معانا HTML CSS support. طب ده بيعمل ايه؟ ده بيساعدك في انك تكتب اسماء الكلاسات، وهنعرف يعني ايه كلاسات قدام. وكمان بيساعدك ان هو بيعمل اوتو كومبليت للكود، وكمان بيقلل الغلطات الاملائيه. وتالت اضافه مهمه معانا برضو اوتو رينيم تاج. دي مهمه في ايه؟ دي مهمه انك لما بتيجي تعمل او تغير مثلا ديف معينه، تغير تاج معين من اسم مثلا ديف عايز تخليه سيكشن، فهتلاقيه على طول بيغير تاج القفل والتاج الفتح مع بعض. واخر اضافه معانا هي بريتير كود فورماتر. طب ده وظيفته ايه؟ ده وظيفته ان هو بيرتب الكود وبيخلي شكله كده وترتيبه احسن واسهل ويكون قراءته اسهل. تمام كده بقى مش ناقصنا غير اننا ننشئ اول ملف HTML عشان نشتغل عليه. فدلوقتي بعد ما حملنا الاكستنشنز عايزين نعمل او ننشئ اول صفحه HTML عشان نشتغل عليها. فهندوس على نيو فايل ونسمي مثلا اسم الملف index.html. وعايزك تعرف هنا ان index ده اسم ملف .html ده الامتداد اللي بيفهم البرنامج ان شغال بلغه HTML. بعدها عايزك على طول تعمل بس معايا تريكايه بسيطه كده وصغيره. عايزك تروح على فايل كده من فوق وتدوس على اوتو سيف. ودي وظيفتها بقى انك لما تيجي تعمل اي تغيير جديد في الكود هيظهر في الصفحه على طول من غير ما كل شويه بعد ما تعمل تغيير تحفظه كل مره بنفسك. لا، هتعمل التغيير وهتلاقيه على طول اوتو سيف كده اتحفظ من نفسه وكمان اتعمل في المتصفح. تمام كده بقى خلاص هنكتب بقى اول كود. هكتب الكود معاك، عايزك تشوف بنفسك الكود بيتكتب ازاي وبيترتب ازاي. هكتب معاك الاول طبعا كود بسيط، وعايزك تركز على 3 حاجات: التاج اللي هو التايتل، وتاج H1، وتاج البي. وعايزك تعرف ان تاج H1 وتاج البي الاتنين دول هما اللي هيظهروا في الصفحة، وتاج التايتل هفهمك دلوقتي هو ايه وظيفته. تمام كده كتبنا الكود كاملا. كود طبعا بسيط في الاول، واحده واحده نفهم الدنيا. اول كود او اول سطر هو الدوك تايب HTML. السطر ده وظيفته ايه؟ السطر ده وظيفته ان هو بيفهم المتصفح ان الصفحه دي مكتوبه ب HTML5 ودي النسخه الحديثه مكتوبه هي ال HTML. بقى ده التاج الكبير اللي جوه منه الصفحه كلها. وتالت تاج معانا هي الهيد، وده الجزء اللي مش بيظهر للمستخدم، وده بيكون فيه عنوان الصفحه، اعدادات المتصفح، وربط CSS بعدين يعني قدام. والتاج اللي بعد كده هي التايتل. قلت لك التايتل هفهمك بعدين، ودي وظيفتها ايه بقى؟ ان دي اسم الصفحه اللي هتلاقيه ظاهر فوق كده في التاب، وده مش بيكون موجود جوه الموقع نفسه، يعني هتلاقيه موجود كده فوق. وخامس تاج معانا وهي البادي، وده بقى اهم جزء في كل اللي فات ده،
لان كل اللي المستخدم بيشوفه بيكون موجود هنا، سواء بقى عناوين، نصوص، صور او اي محتوى بيكون مكتوب في البادي. فدلوقتي خلينا نجرب كده حاجه بسيطه مع بعض، وهي اننا نغير النص اللي موجود جوه ال H1 ونحفظ الملف. وزي ما قلت لك هو كده هتلاقيه اتحفظ من نفسه. فتعالى بقى نجرب كده نفتح المتصفح وهنشوف التغيير. وبكده احنا كتبنا كود شوفنا ان هو شغال فعلا، وفهمت الاساس كده من الاول. السطور الاولى في الكود ال HTML بتتكتب ازاي ووظيفتها ليه. وبكده احنا كتبنا هيكل اول صفحه HTML. وان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنبدا بقى نحط محتوى حقيقي فعلا، وهقول لك كمان على اخطاء ممكن ان هي تحصل معاك قدام وانت بتكتب الكود. فلو حابب تكمل معايا السلسله دي اعمل لايك او اشتراك في القناه، واكتب لي في الكومنتات تحت هل دي اول مره تكتب كود HTML.